مساء الخير عليكم متابعين الاعزاء ومتابعين مسلسل الدرامي الاجتماعي الجميل حكيم باشا. هبدأ معاكم دلوقتي ملخص الحلقة الجديدة، بس قبل ما ابدأ يا ريت اللي اول مرة يشوف قناتي يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد بنزله، ويا ريت بعد اذنكم ضروري جدا ما تنسوش اللايك للفيديو. هبدأ معاكم دلوقتي ان شاء الله ملخص الحلقة 14. الحلقة بتبدأ بمشهد من نهاية الحلقة اللي فاتت، لما حكيم قال لعمر انا جيت لقيتهم مقتولين، فبيقول له انت كنت فين لما سمعت ضرب النار؟ قال له كنت في الجبل قاعد لوحدي. بعد كده عمر سأل الغفير بيقول له ايه اللي حصل؟ قال له غفلونا وضربوا علينا نار. فبيقول له هما مين دول؟ قال له مفيش في الجبل ده غير المطاريد، ضربونا وسرقوا اللي سرقوه من المعدات واللوادر. حكيم قال من متى المطاريد بيسرقوا حاجة؟ انا عامل 200 مشروع مجاولة في الجبل محدش منهم سرق حاجة. وكان بيقول لعمر انا هروح حاجاتي لزوم سهرتي في الجبل، هروح اجيبها واعود. فقال له ما ينفعش، اي حد هيطلع الجبل دلوقتي، انت هترجع ترجع البلد. فقال له ماله يا بيه. لحظتها جه سليم وكان بيقول للضابط القوات جاهزة يا بيه، عاوزين نخلص الجبل من اللي واكلينه ونشوفوا مجاولاتنا ونسلم في مواعيدنا. حكيم قال له وماله. بعد كده كان بيقول للضابط الحصان ده عارف الجبل زين، امشوا ورايا وانا هدلكم. وقال للحصان يلا يا رمح. واقف الحصان ما بيتحركش، فحكيم قال له رمح حصان اصيل، لو قتلته ما يتحركش من مكانه علشان انا واقف قصاده. وقرب حكيم عند الحصان وقال له يلا يا رماح خد سليم ووديه البيت لحد ما اجيك. الحصان سمع كلامه وراح ماشي، والتاني بيحاول سليم يوقفه ما بيوقفش. بعد كده حكيم بيقرب من شنب وبيقول له ما تخافش، جرحي واعي واكيد عامل حساب الغدر. مشهد تاني ان شبل دخل عليهم على اهله يعني، واصل بيقول له ايه في ايه؟ فقال له الحكومة جاية تغربل الجبل. وراب قال له علشان تسمع كلامي. قال له ما لو كنا حطينا يدنا في يد بعض من زمان ما كانش ده بقى حالنا. جلالة قالت له ايوه، كان زماننا ميتين وشبعنا موت. فبيقول لها زعلانة على ولد أخوكي؟ فقالت له هو ده زمن ولد أخوكي أو أخوك؟ ده زمن مصلحتك وانفد بعمرك، وعمرنا هيتبعزك وهتشيعنا. قال لها ما تخافيش، أنا ما كلش حق حد، أنا هرجع جسري وحق أبوي وأي حد ياخد حقه، وهرجع لأخوكي أمانته. فقالت له هو أنت عادد نفسك هتعيش بعد اللي بتعمله؟ غراب بيقول لها جرى ايه يا مرات اخويا؟ هو انت ما تعرفيش غراب باشا ولا ايه؟ فقالت له انا ما اعرفش غير حكيم وراسه. نرجع للشرطة. وصلوا الجبل، كانوا بيدوروا على المطاريد ويدوروا كويس بس ما لقوش حد. شبل كان بيقول لهم انا هطلع اتقص في الجبل واشوف وصلوا لايه. ام قالت له لا، ابوك يحكم في روحه لكن انا احكم في طلق بطاش تمشي ورا غشم ابوك وعمك. قالها في بلادنا كلام الحريم يمشي على الحريم وكلام الرجالة يمشي على الرجالة. فقالت له يلا في داهية بعزق عمرك. ابوه قال له اسمع كلام امك، احنا ما بنشتري رضاها لحسن تفلجنا عين الدنيا تعكس معنا. فقال له حاضر يا ابوي. وكانت بتقول له هي هتعكس من غير عيني اصلا. لحظتها حكيم وصل، سلم على عمته وقالت له اهلا بيك في بيتي. واصل قال له رجلي منمل ما اقدرش اقوم اسلم عليك. فقالوا لو قمت يدي مش هشبكها في يدك تاني، اللي بينا عكر خلاص. غراب قام وقف قدامه وقال له وشك راضت بعد ما جالك ابنك؟ الحق اتهنى بيه علشان يا هتفقده يا هيفقدك. فقال له اهي اعمار ومسطرها الجبار، كل نفر ليه ساعته وطينته. يعني ولدك شهاب جاي من اخر الدنيا علشان يموت في الجبل. انا جاي اقول كلمة الكبير قبل ما تشوفوا غضبه والنار اللي بتولعوها يا واصل هتطول ديل جلابيتك وتحرجك، وانا هطلع منها صاغ سليم بدل ما اعملكم سهراية يتحاكى بيها الصعيد كله. واصل قال له لو فتحت باب الاصل، اصل اصلا عليكم فلاحين، احنا اللي بهوات وبشوات. فقال له النفر بعوده مش بجدوده.
دور الكلام في راسك بدل ما تكبر في راسي وأحرج الكل. وانت يا غراب اللي ديت ولدك اللي أنا بريء أصلا من دمه. هديك المومياوات والبرديات اللي عندي بدل ما اديهم للي مشغلينك ببلاش وحلوالهم هيبقى جاتلك. وبيقول لعمته لو مش لادد عليكي عمايل جوزك تعالي بيت العيلة، عشان لو جادت النار مش هفرز مين غريب ومين قريب. واصل قرب عندها وقال لها اطلع لملم لك خلجاتك. فحضنته وقالت له عشتها مع زوجي وحموتها معاه. فراح حكيم ضاحك وسابهم ومشي. مشهد تاني ان جرحي والرجالة طلعوا من تحت الارض من سرداب، وكان بيقول الله يسترك يا حكيم، من 10 سنين قال لي هنحفر السرداب، قلت له هنحفر في الحجر، قال لي الحفر في الحجر يحميك من غدر البشر، لولا السرداب ده كنا رحنا كلنا فطيس. نرجع لحكيم ان هو راح عند ابوه، كان بيقول له سايب الباب مفتوح يابا. فقال له وانا هخاف من ايه، اهم حاجة راحة البال. فقال له ايوه هي راحة البال دي كيف يدي مليانة المال ده كله وما نمش غير ب10 أجراس منوم. فقال له المال ما يشتريش راحة البال. قال له ما تقلبش عليا المواجع يا بوي، انا ضاقت بيا الدنيا لقيت رجلي سحباني على هنا. فقال له طالما داري هي اللي مريحاك، هات مرتك وولدك وازرعهم في طين أرضك، خلي ولدك ينبت من الحلال. فقال له ما تخافش يا بوي، ولدك شديد يقف في وش التخين. قال له بزياداك يا ولدي بعزكت عمرك. قال له ايه اللي يعيشني في الفجر وربنا مديني. قال له عجبك حالك يعني، عودك دبلان ومش عارف الضربة هتجيك منين، فوتها لهم يا وردي. قال له اخد عرجي وشجاي وكل واحد يروح لحال سبيله. قال له مش هيسيبوك يا ولدي، والنار ولعت في القصر وهتحرق الكل. فقال له وهو متعصب عيبك يابا انك بتشوف حكيم اللي بيقدرك، انت ما تعرفش حكيم اللي خط الصعيد كله بيعمل له 1000 ساب. فقال له ليك عليا النصيحة والدعوة الصالحة. قال له ما تخافش يابا ولدك واعي. لحظتها اجي جرح وشنب حكيم بيقول له الرجالة بخير. قال له ما تخافش. قال له طيب فتح عينيك كويس على المغارة، كل اللي بيعملوه ده علشان يزيحوك ويوصلوا للمغارة. فقال له الراجل اللي هيطلع الجبل ما ينزلش منه تاني. لحظتها صفا اتصلت بيه وبيقول لها قلتلك ما تخافيش على ابوك، خدي اطمني عليه. اداله التليفون وراحوا ماشيين كلهم. مشهد تاني ان حزينة كانت بتقول للبرنسة اسمعي كلامي، فقالت لها انا دمي فاير من اللي اسمها غزل دي، نفسي امسكها من شعرها وامسح بيها القصر. فقالت لها هو ده غرضها، وساعتها مش هيقفلك غير حكيم وحيرميكي من فوق الجبل. فقالت لها يا ولية هو انا عشان قلتلك جودي تقولي لي الكلام ده؟ فقالت لها اللي يحبك يقولك الحقيقة. قلت لها هو انت ليه ما بتموتيش؟ لا بكلمك بجد، بقالك 10 سنين بتقولي وتوصي قاعدة في جرابيزي مش ناوية تتكلي علشان احلف برحمتك. فقالت لها حد الله همل الدنيا قبل ما احضر فرحك. بتقول لها حتى الأوضة اللي أنا كنت عشمانة أتجوز فيها خدتها الست غزل. بكرة صحيح من النجمة تشيعي للحداد يعمل لي قفل الباب لباب التلاجة يعني. قالت لها يا بنتي خفي شوية، حكيم بيوقف دايما في صف المظلوم ويجي على الظالم، وانتي مفيش أظلم منك في القصر ده. فقالت له هي بتزعق غوري غوري يا ولية من هنا. مشهد تاني ان عسل كانت قاعده بتتكلم مع غزل، دخلت ساعتها برنسة وبتقول لها قاعده تتساير هنا وسايبه القصر خرابه. غزل قالت لها القصر فيه خدام وانتم 4 ستات، لو مش قادرين تقوموا بالقصر يبقى الزموا اوضكم وانا هقوم بالقصر واللي فيه. فبتقول لها ايه اللي بتقول لعسل الاول اطلعي بره. لما طلعت غزل بتقول لها ايه سيبيني بقى يا ريت تقصري علشان جوزي،
زمانه جاي والرجالة بتحب الست النخشة. فقالت لها الست النخشة نخشة من غير ما تدهن وشها. طلي طلي في وشي يا بت، اها جمال رباني. فغزل ضحكت وقالت لها ايوه، وقلة بخت رباني برضو. قالت لها مش عاجبك؟ لا يلا ملي عينك في عودي وجمالي، يمكن تحبلي في البيت وتجيبيها حلوة زي. قالت لها زي الطاووس، شكله حلو بس ما يتاكلش، في ناس شكلها حلو بس ما تتعرشرش. فمسكتها من شعرها وقالت لها هتجيب لروحك الكلام. فقالت لها لو جوزي دخل دلوقتي لقاكي ماسكه مراته ام ابنه من شعرها وقتلك، محدش هيقول عليه ساعتها ان هو علي ساعتها ان هو ان انا خرابت بيوت. فقالت لها ايه اللي عوجك عليا وطلعك من طوعي، ايه اللي جد يعني؟ فقالت لها اللي جد لما انتي سرقتيني. خليني بقى طوع جوزي اللي ما كلمته بتمشي على رقاب الكل. فقالت لها هتخسري كل حاجة. قالت لها عمري ما طلعت من الدنيا بمكسب، انا واخدة على غدرها وقلة اصلها. فراحت مسكاها تاني من رقبتها وبتخنقها وقالت لها خليكي فاكرة اني نبهتك. فقالت لها وانتي خليكي فاكرة اني قلتلك لو جوزي دخل ولقاكي مسكاني كده مش هعرف احوشه عنك. اتعصبت وزقتها، وقعت على السرير. كانت هتمشي، غزل قامت وقالت لها روحي اغسلي الصحون كلها وجهزي الحمام من التلاجة علشان جوزي عايز ياكل حمام النهاردة. فبتغزها وبتقول لها حلوة أوضة نومك، وعد مني أول ما أخلص منك انتي وولدك هتجوز عليها. وسابتها ومشيت، وغزل اتعصبت جدا. مشهد تاني ان اسمها كانت بتقول لسليم عاوز تبقى الكبير كيف يعني، وحكيم شيعك بالحصان على القصر. فقال لها واخدة زفارة لسان عمتي. فقالت له شد عودك وما تخافش، اقف لحكيم ند بند، والا هتلاقي بحر ركب ودلدل وانت بقيت شغيل. فقال لها لا، المرة دي انا هجيب اخرها واحط يدي على الجبل واطلع مصاريف كيف حكيم ما يعمل. فقالت له الكلام حلو بس يلزم اللي ينفذه. قال لها فهمي ابوكي اني هطلعه القصر هو وامك، تضرب القصر عين تسويه بالتراب ونخلص. فقالت له ايه؟ لا امي لا، انا لا عايزة اوريها عزي ولا ادوقها فرحي. فقال لها أصيلة يا بت الجسمة، يا بت جسمة. فقالت له أنا أيوة، من عاشر الأم 40 يوم بقى منهم. فتح عينيك على بحر وبرنسة، لما تخلصوا من حكيم كله هيطمع. فقال لها لا، اللي شواها هو اللي ياكلها. لحظتها دخلت برنسة وقالت له قلت اللي شواها ايه؟ ابقوا علوا صوتكم هبابة وانتوا بتتودودوا. فقال لها كنت بقول احنا اللي شوينا يبقى احنا اللي هناكلها. فقالت له وماله يا ولد ابوي، بس مش بدري على الغدر واللوع. قال لها اعوذ بالله من الغدر والغدارين. قالت له طب قوم ابوك عاوزك. فقام خرج، وهي كانت بتقول لاسمها انا قادرة امد يدي في زورك واطلع الشراب المكمكم، بس انا ما عاوزاش ولدي من الدكتور خاطر يطلع مقطوع، الواد برضك يلزم معمة. نرجع لجرحي. كان بيقول لحكيم وقفتك بتقول انك شايف وعارف ومحتار. فقال له من وانا عيل صغير وانا عارف ان العركة جاية، بس اللي ما كانش في حسبتي ان هبقى في الوسط دمي ولحمي من جهة وعدوي من جهة تانية. اللي سندهم عشان يسندوني هم اللي مشبكين يدهم في يد عدويني. قال له بس انت شديد ولحمك مر ما يتكلش بالسهل. قال له العركة دي خسارتها مكسب ومكسبها خسارة، ان قدرت عليهم هيبقوا عدويني، وان قدروا عليا هتبقى ميتة عفشة قوي. مفيش أصعب من ميتة الغدر. فقال له خلاص يا ولدي هملهم وفارج، خد ولدك تحت باطك وربيه بعيد. قال له راسي الناشفة دي مش هتخليني أهملهم.
قال له يبقى تفتح عينيك على الكل، واوعى تدي الامان لحد حتى لشنب ولدي. استغرب كده واتخض وقال له كلامي ايه ده؟ شنب ظهري اللي عمره ما يستغنى عني ولا يميل عني، وانت اخر واحد في الدنيا ممكن تبيعني. فقال له اهو اديك قلتها، بس مش ممكن يصيبني الدور بعد الكل وابيعك. الجلوب جلابة يا ولدي، وقفتي معاك عشان معزتك من معزة ولدي، وكمان عارف ان صفا بنتي روحها فيك وانت روحك فيها كمان، وهي عندي بالدنيا كلها، وطول ما هي في قلبك انت في قلبي. اما بخصوص شنب انا معرفش الدنيا ممكن تغيره كيف. المهم فتح عينيك. سابه ومشي وهو كان عمال يقول انا خايف عليهم من شري انا. عارف روحي ان حسيت بالغدر بحرق الدنيا باللي فيها. الله غالب الله غالب. والمشهد ده بتخلص حلقة النهاردة، بيخلص الملخص. اتمنى يا رب يكون عجبكم. يا ريت ما تنسوش اللايك للفيديو